مش هتفهم الفيديو ده قد واحدة عاشت المعاناة دي. الأمهات لما بتبقى عندها بيبي جديد لسه مبتعرفش تاخد راحتها في أي حاجة. بص ملحقتش يعني تغسل شعرها، البيبي عيط، دخلت جابته، حضرت كمان لجوزها الأكل عشان يبقى ايه بالمرة. فيعيني صعبان عليا. بصوا بقى صدمة ان هي شافت جوزها رامي كل حاجة على الترابيزة. لا، في رجالة بجد كتير بتساعد زوجاتها في الموقف اللي بيبقى زي كده. لا، بتقوم وبتساعد بصراحة، بيشيلوا بينظفوا مكانهم. ده مش ضعف، لا ده ربنا يكرمك طبعا لما انت تكرمها وتقف جنبها وتساعدها. بس بصراحة صعبت عليا لما شفتها. افتكرت ان انا كنت مكان، كنت ببقى نفسي في شوية وقت لنفسي، ما بلحقش من العيال لما كانت صغيرة. كانوا يعيطوا في اوقات غريبة الشكل، كنت ببقى تعبانة طول الليل معاهم وبنيم فيهم، بالذات ابني الكبير تعبانة طول الليل عشان انيمه واول ما احطه بس على السرير، بس كنت يا دوب بس اشم نفسي كده عشان اعمل اي حاجة ليا اشربها ولا اي حاجة اعملها لنفسي، ابص الاقيه بيعيط. فكان بيبقى في الحالة دي ان انا عايزة اصوت، عايزة الم عليا الناس. فالله يقوي كل ام يا رب. طبعا لا غنى عن الحاجات الجميله بتاعتهم زي ما انتم شايفين. نفسي اجيب الغساله البيبي الصغننه دي، ان شاء الله هجيبها وهقول لكم مين كمان بيبيعها عشان كمان تقدروا تطلبوها. بعيدا عن اي حاجه بقى بيعملوها، المنتجات اللي عندهم تحفه. شويه تكنولوجيا عندهم ملهاش حل. طبعا الواحد نفسه ان احنا نوصل لكده. بصوا الجمال، المكنسه بتشفط بتاخد كل حاجه. بصوا المكانس بتاعتهم تحفه، حلوه قوي. الكاس بتاعت الجواكت دي برضو حلوه جدا جدا. نرجع بقى للامهات اللي تعبانه وشقيانه وطالع يا عيني عينها. عودي لو عندك ولاد كبار، عوديهم ان هم يساعدوكي في البيت، عوديهم ان هم يشيلوا ويحطوا معاكي عشان خاطر ما تتعبيش وما تتفرهديش. لو عندك بيبي واحد بقى ربنا يقويكي عليه، هو اول بيبي بيبقى متعب. بيبقى وانتي لسه جديده، فبتبقي حاسه ان كل حاجه عليكي، وبتبقي حاسه ان انتي مضغوطه، وبتبقي حاسه ان مفيش حد زيك. بس احنا كلنا بنحس الاحساس ده، بس هو طبيعي جدا. انا كنت بعيط لجوزي اقول له بالله عليك ودينا عند ماما عايزه انام يعني بصراحه. بس الله يبارك له ما كانش بيضغط عليا، يعني هو شايفني تعبانه من العيل ولا حاجه. ما كانش بيطلب طلبات كتير، ملوش طلبات ياما، لو في حاجه يقدر يساعدني فيها بيعملها. فبصراحه في رجاله كتير ربنا يبارك لهم بتساعد زوجاتهم، ما بيضغطوش عليهم. واحب اقول لكل راجل يعني لما تلاقي مراتك في الحاله دي حاول تقف جنبها وتساندها، لان هي بتبقى محتاجه كلمه حلوه في توقيت زي ده. بتبقى محتاجه بجد ان حد يقول لها كلمه تقويها، او حتى تحس بمساعده بسيطه منك. حطها كده ان هي مثلا اختك، امك، يعني حط امك واختك في اللحظه دي مكانها. فتحس بجد ان انت بتعمل كل حاجه وانت مرتاح، لان في بصراحه رجاله بتاخدها في حته العند ان انا ما اعملش، ما هي ست البيت وهي اللي تعمل وهي المسؤوله عن البيت، وما انا متجوزها ليه. وفي راجل لا والله، لا انا هساعدها واقف جنبها وهي تستاهل ان انا اساعدها. وبصراحه في ستات ما تستاهلش، يعني مش هنقول ده بس، لا نقول كمان في ستات ما تستاهلش ان انت تساعدها وتقف جنبها. في ست ما بتقدرش، بتاخدها من نقطه ضعفك ان انت كده ساعدتها فانت ضعيف، فبتبتدي تستغل النقطه دي. فلا والله، ربنا يبارك لكل راجل بيساعد مراته، وربنا يبارك لكل ست بتقدر جوزها، وربنا يبارك لكل واحد بيكتب لي كومنت حلو او دعوه حلوه. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. انا بحبكم كتير 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 كتير، مش قادره اقول لكم قد ايه. انا شيماء غريب، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي لي كومنت حلو زيك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير حلوه. مع السلامه.